حلقة النهاردة من أبشع وأقذر الجرائم اللي ممكن نتكلم عنها أو ممكن تسمع عنها في حياتك. فلو أنت شخص بتخاف أو قلبك ضعيف، أنا اللي بقولك ياريت ما تكملش الحلقة. اللهم بلغت اللهم فاشهد. وبدون أي مقدمات يلا نبدأ على طول عشان ما أطولش عليكم. في ولاية اسمها ولاية بسكرة في دولة الجزائر سنة 2018 بالتحديد في شهر فبراير، كانت بتعيش بنت اسمها عبير الصالحي أو حفيظة. حفيظة ده هو اسمها الحقيقي. عبير كانت بنت كل الناس بتشهد بأدبها وأخلاقها، لدرجة إن عبير كانت حافظة القرآن كله. وده مش عبير بس، ده حتى عيلتها الكل كان بيشهد لها بالاحترام والتدين. بنت جامعية ليها أصحاب بس مش كتير، ما بتعملش حاجة في يومها غير إنها بتروح الجامعة وترجع على البيت تذاكر وتصلي وتساعد والدتها وتقرأ قرآن. لحد ما بيجي في يوم من الأيام عبير بتروح الجامعة بس بتتأخر عن رجوعها للبيت. وعبير ما كانتش متعودة إنها تتأخر أبدا، فعيلتها بتستنى ساعة ساعتين 3 بس عبير ما بترجعش. فقعدوا يحاولوا انهم يتصلوا بيها على الموبايل مرة و2 و3 بس عبير تليفونها مقفول. كده الموضوع شكله فيه إن فعلا حاجة تقلق. فأهل عبير قاموا متصلين ببنت من زميلاتها. البنت دي أكدت لهم إن عبير كانت فعلا في الجامعة بس خلصت محاضراتها ومشيت على طول، وإن عبير المفروض دلوقتي إنها تبقى في البيت ومن بدري. وكمان البنت دي طلبت من أهل عبير إن بمجرد ما عبير توصل يا ريت يطمنوها عليها. لا، ده الموضوع كده شكله يقلق بجد. يا ترى عبير راحت فين او ايه اللي ممكن يكون حصل لها؟ الغريب بقى والمثير للدهشه ان اخو عبير نزل يسال عنها ويدور عليها، فبدا يسال المحلات اللي جنب البيت عندهم، وكمان دخل السوبر ماركت اللي عبير كانت متعوده انها بتشتري منه. فلما اخو عبير سال صاحب المحل ان كان شاف عبير ولا لا، فصاحب المحل رد عليه باجابه صدمتهم وزودت قلقهم اكتر. الاجابه دي انها فعلا كانت من شويه عنده، اشترت شوية حاجات ومشت، وانه شافها وهي ماشية في اتجاه البيت. طب يا ترى عبير راحت فين؟ عشان تبدأ رحلة البحث عن عبير اللي كانت متعبة وصعبة جدا، بس ما علينا يلا نكمل. هو مش ممكن اصلا يكون صاحب السوبر ماركت ده كذاب وانه ما شافش عبير ولا حاجة. اصل عبير لو كانت عنده فعلا في المحل بتاعه اللي بين المحل وبيتها مفيش دقيقتين، وانه شافها فعلا وهي طالعة من المحل ورايحة على بيتها، طب تبقى راحت فين؟ وهو ايه اصلا اللي ممكن يكون حصل لها في المسافة الصغيرة قوي دي اللي تكاد ان تكون خطوات معدودة؟ بس اهل عبير فرغوا كاميرات المراقبة ولقوا ان فعلا الراجل كلامه صح. عبير كانت فعلا عنده في السوبر ماركت وخرجت من عنده مشت في اتجاه البيت. لا ده مش بس كده، دي كمان دخلت الشارع اللي فيه البيت. هنا بقى بيبدأ الموضوع يتعقد أكتر، ومن اللحظة دي بتنتهي كل الحلول اللي عيلة عبير ممكن تعملها. تفكيرهم وقف لحد كده، فاتجهوا للشرطة عشان يعملوا بلاغ باختفاء عبير. وبالفعل الشرطة بتبدأ البحث والتحري من جديد، بس الموضوع فعلا غامض، مش عارفين يوصلوا لأي حاجة، لدرجة ان الشرطة شكت في اهل عبير نفسهم انهم ممكن يكون لهم يد في اختفاء عبير، وان حالة القلق اللي اهل عبير فيها دي حتى البلاغ اللي عملوه للشرطة ممكن تكون مش اكتر من تمثيلية بيعملوها عشان يبعدوا عنهم اي شبهات. وبالفعل بتتوجه الشرطة لبيت عبير وبتفتشوا تفتيش كامل، وكمان بيخشوا أوضة عبير وبيفتشوا كل شبر فيها، بيفتشوا حتى الكتب والمتعلقات الشخصية بتاعتها، وبيستجوبوا عيلة عبير فرد فرد. بس كل ده كان بدون أي نتيجة، لغاية ما الشرطة بتتأكد إن ملهمش يد في أي حاجة، وبتخرج عيلة عبير خالص من دايرة الشك والاتهام. وبيفضل الحال على كده ومحدش عارف عبير فين، لغاية ما بيجي اليوم المشؤوم اللي مش هينساه أهل عبير طول حياتهم. وده لما بيجي للشرطة بلاغ من أحد الأشخاص إنه لقى كيس بلاستيك أسود قريب من بيت عبير، فالشرطة بتنتقل على طول لموقع البلاغ. وبفحص محتويات الكيس بيتبين إن الكيس فيه النص العلوي لجثة بنت. فطبعا أول حاجة بيعتقدها الشرطة إن نص الجثة ده يخص عبير الصالحي، فعلى طول الشرطة بتتصل بأهل عبير علشان ييجوا ويتعرفوا عليها. وبالفعل أول ما والدها بيشوف الجثة بيتفاجئ إن ده فعلا النص العلوي من جثة بنته عبير. ومن اللحظة دي بقى بيتحول الموضوع من قضية اختفاء لجريمة قتل. فعلى طول الشرطة بتبعت جثة عبير أو بمعنى أصح نص الجثة للطب الشرعي، عشان الطب الشرعي يطلع تقرير الصفة التشريحية للجثة مليان مفاجآت، زي مثلا إن عبير اتعرضت للخنق باستخدام حبل، وكمان كان في آثار لضرب على الراس، وطعنات مالية جسمها بآلة حادة،
وفصل جسمها عن بعضه بشكل احترافي بهدف الحصول على أجزاء معينة من جسمها. طب ليه كل ده ومين المستفيد؟ ده بقى اللي هنعرفه دلوقتي. الشرطة لما رجعت كاميرات المراقبة في الأماكن القريبة اللي بتودي للمكان اللي اترمى فيه الكيس اللي كان فيه جثة عبير، لقوا ست معدية مغطية وشها بتحاول تتخفى وكان معاها كيسة سودة. الكيسة دي هي نفس الكيسة اللي لقوا فيها جثة عبير. فعلى طول الشرطة بتتتبع خط سير الست دي عشان تيجي المفاجأة. فالست بعد ما رمت الجثة روحت شقتها. فين شقتها دي؟ في نفس البيت اللي كانت ساكنة فيه عبير الصالحي. طبعا على طول الشرطة توجهت لبيت عبير وبتسأل وتستجوب كل الجيران للمرة التانية، بس اتفاجئوا بعيلة جديدة ساكنة في الدور الأول. العيلة دي هم ما سألوهاش قبل كده لأن هم ما كانوش موجودين في أول مرة، وأثناء ما كانوا بيستجوبوا العيلة دي حسوا إن وراهم حاجة. كان عندهم ابن شاب اسمه سعيد. لما الشرطة بدأت تستجوب سعيد ده كان عمال يتلخبط في الكلام وكان عمال يقول كلام عكس بعضه، وعلامات الخوف والتوتر كانت واضحة عليه جدا. بس أكتر حاجة بقى زودت الشك ناحية سعيد واللي لفت نظر المحقق إن سعيد كان فيه خدوش واضحة جدا على رقبته، كأنه كان في خناقة مثلا أو كان بيحاول يعتدي على حد والحد ده كان بيحاول يقاومه. بس الغريب إن العيلة دي كانت عيلة صعب جدا إنه يتشك فيها. فأم سعيد وإخواته كان معروف عنهم التدين والاحترام والناس كلها كانت بتحبهم. ده كان عنده أخت بنت، البنت دي محفظة قرآن في المسجد، واخته التانية مدرسة وسمعتها كويسة جدا. عيلة محترمة كده ملتزمة، بس محدش يتخدع بالمظاهر لان ما خفي كان اعظم. فسعيد بيتم التحقيق معاه بشكل رسمي وبيتم الضغط عليه بكل الطرق الممكنة، بس هو كان ثابت على اقواله انه ما يعرفش اي حاجة، لحد ما المحقق بيقول له طب يا عم خلاص احنا بقى كده ما قدامناش الا حل واحد، احنا نحولك على الطب الشرعي وهناك هيقارنوا الخدوش اللي في رقبتك بضوافر القتيل عبير. اول ما سعيد بيسمع كده بيبدأ ينهار ويعترف انه فعلا هو اللي قتل عبير، بس اعترافه ده كان كله كذب لما اتسأل عن دوافعه لقتل عبير، لان فعلا هو اللي قتل عبير بس مش للاسباب اللي قالها. طب هو قال ايه بالظبط؟ تعالى بقى وانا اقول لك. سعيد اختلق قصة وهمية انه قتل عبير بسبب الحب، وانه كان على طول بيحاول انه يقرب منها ويرتبط بيها وانها كانت دايما بترفض. طبعا ده كلام ما كانش منطقي خالص وما دخلش على الشرطة تماما. اصل حتى لو الموضوع كان كده ايه اللي هيخليه يقسم الجثة نصين؟ في ناس مثلا بتشوه الجثة بعد ما تقتلها عشان محدش يقدر يتعرف عليها، بس هو كان سايب وش عبير سليم، يبقى مش ده الغرض، مواليدها اتعرف عليها بمنتهى السهولة. ولما المحقق سأل سعيد عن مكان نص الجثة السفلي، سعيد رفض يقول على مكانه بأي شكل وتحت أي ضغط. جريمة قتل عبير ما كانتش صدفة ولا كانت جريمة ولدت لحظتها، لا دي كانت جريمة متخطط لها ومترتب لها كويس قوي من سعيد وعيلته. فبعد ما الشرطة كثفت البحث والتحري عن سعيد وعيلته اكتشفت عنهم بلاوي، فطلعوا من الناس اللي بتنقب عن الكنوز والآثار بمساعدة الجن والشياطين. فعشان يفتحوا أي كنز أو يلاقوا مكان حاجة معينة بيبقى فيه شوية طقوس معينة كده لازم تتعمل، ومن الطقوس دي تقديم الدم للجن عشان يساعدهم في فتح الكنز. وده ما بيبقاش أي دم كده والسلام، لا ده لازم يكون دم بني آدم أو بمعنى أصح قربان بشري. والقربان ده بيشترط فيه حاجة من الاتنين، يا إما بنت والبنت دي لازم تكون بكر يا إما طفل صغير. وكان الاختيار الأمثل بالنسبة لهم للقربان ده هي عبير الصالحي، لأنهم متأكدين من احترامها وتدينها، فبالتالي متأكدين من بقرتها. فكلهم قعدوا يخططوا ويدبروا ازاي تكون ضحيتهم هي عبير وازاي يقدروا يستدرجوها لفعلهم البشع ده، وخصوصا انهم كانوا معتقدين ان عبير من الزهريين. وللي ما يعرفش فالزهريين دول هم الناس اللي بيعتقد انهم بيخاف منهم الشياطين، فلو عبير منهم فعلا مش هيبقى في قربان احسن من كده يقدموه للجن. طب ايه اللي حصل بقى بالظبط وقدروا ازاي انهم يستدرجوا عبير وينفذوا جريمتهم البشعة دي؟ زي ما قلنا قبل كده، عبير وهي راجعة من الجامعة دخلت السوبر ماركت اشترت شوية حاجات وطلعت اتجهت ناحية بيتها، ومش بس دخلت الشارع بتاع بيتها، لا دي دخلت بيتها نفسه. بس وهي طالعة على السلم وقبل ما توصل لشقتها سعيد عمل نفسه قابلها بالصدفة وبدأ يتكلم معها في أي حاجة، ووسط ما كانت بترد عليه فجأة بيشدها لجوه شقته. طبعا ده كان بمساعدة أهله، وزي ما جه كده في تقرير الصفة التشريحية سعيد حاول يخنقها بحبل بس عبير خربشته في رقبته، ويمكن الخربشة دي هي السبب في معرفتنا مين القاتل. فلما أهل سعيد لقوه إنه ممكن يفشل في قتل عبير اتجمعوا عليها وضربوها على راسها.
فمسكوها له ولف الحبل حوالين رقبتها للمرة التانية وفضل يخنق فيها لغاية ما بتلفظ أنفاسها الأخيرة. وبعد كده بتتجمع العيلة حوالين جثتها وبيقطعوا الجثة لجزئين، الجزء العلوي ده اللي اترمى في الكيس اللي كشف لنا الجريمة أصلا، والجزء السفلي اللي رفض سعيد وعيلته إنهم يقولوا على مكانه خالص. سعيد في التحقيق كان بيحاول يبعد عيلته عن الموضوع بقدر الإمكان، وكان بيدعي إنه قتل عبير لوحده وإن عيلته ملهمش أي علاقة بالموضوع، بالعكس ده هم كانوا رافضين الموضوع أصلا. بس طبعا الشرطة ما ادتش الكلام سعيد أي اهتمام، وكانوا معتقدين إن سعيد بيشتغل لحساب عصابة ما. بصرف النظر بقى عن الجريمة، أنا من أكتر الحاجات اللي مستغرب منها والحاجات المرعبة من وجهة نظري هي أخت سعيد محفظة القرآن دي، اللي تاني يوم الجريمة راحت شغلها عشان تحفظ الناس كلام ربنا اللي هي للأسف ما تعرفش عنه أي حاجة. المهم إن سعيد حاول ينتحر وهو جوه المؤسسة العقابية زي ما بيقولوا عليها شعب الجزائر. طب هل هو حس بالندم مثلا فبيحاول يعمل كده؟ لا، هو كان خايف، وكمان شوية هتعرفوا هو كان خايف من إيه. فسعيد في آخر زيارة لعيلته ليه في السجن وقف كده يتكلم شوية مع نفسه كأنه مجنون، فحب يقول كلام مش مفهوم وحب ينادي على عبير. للوهلة الأولى كل اللي شافوا سعيد في الوضع ده اعتقدوا إن سعيد بيدعي الجنون عشان يفلت من العقاب، بس هو الموضوع ما كانش كده، لأن سعيد لما ترحل على المحكمة وأثناء جلسة المحاكمة قعد يزعق ويقول أنا عايز أموت، خلصوني من عذابي. في الأول القاضي كان مفكر إن سعيد حاسس بالذنب أو ندمان عشان كده بيقول الكلام ده، لحد ما سعيد قال شبح عبير مش بيسيبني. سعيد قال الكلمة دي من هنا والمحكمة كلها بقت في حالة صمت ودهشة، هو بيهزي وبيقول ايه ده؟ فسعيد أكد تاني انه بيشوف شبح عبير. طب هل ده بجد؟ هل فعلا قرين عبير بيظهر لسعيد عشان ينتقم منه؟ ولا عقله الباطن خلق له وهم جواه شبه عبير؟ ما علينا يكشي يتحرق سعيد. المهم بعد الانتهاء من محاكمة سعيد وعيلته، عيلته كلها بتخرج ومش بيتوجه لهم أي عقوبة. أصل من الآخر كده سعيد كان مقرر إنه هيشيل التهمة لوحده. طب سعيد حصل معاه إيه؟ بيتم الحكم على سعيد بالسجن المؤبد. هو طبعا يستاهل الإعدام، ده لو ينفع يتعدم 100 مرة كمان يتعدم، بس للأسف القانون الجزائري مش بيطبق عقوبة الإعدام. وعشان كده بعد الحكم على سعيد الناس خرجت في مظاهرات بتطالب الحكومة الجزائرية بسن قوانين تعاقب القاتل بالإعدام. وبالرغم من مطالبات الشعب الجزائري الشقيق بتطبيق حكم الإعدام، بس لا حياة لمن تنادي. للأسف قصة عبير الصالحي هي قصة حقيقية من ضمن مئات القصص الحقيقية اللي هحاول اني اتكلم عن كل قصة فيهم. بس انا مش عارف يا ترى اخلاق البشر اتغيرت للدرجة دي؟ يا ترى خلاص كده البشر ما بقوش خايفين من عقاب ولا حساب؟ ولا احنا على وشك النهاية؟ ولا ايه بالظبط؟ وكده انا خلصت، وهي دي حلقتنا النهاردة. ويا رب لو المحتوى بتاعي بيعجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناة، وكمان تفعيل زر الجرس عشان توصلكم كل الحلقات الجديدة. انا ميدو جبريل ودي قناتكم لوتوبيا. شكرا لكم واستنوني في حلقة جديدة.